بسم الله الرحمن الرحيم. استوديو بروفيسور وعودة. يمكن احنا ما طلعناش الاسبوع اللي فات بعد ماتش الاهلي والانبي، انا بعتذر طبعا. ولكن النهارده عندنا ماتش الاهلي والمصري اللي انتهى منذ لحظات بتعادل سلبي 0-0. ماتش بصراحة غريب وعجيب من النادي الاهلي. يعني نادي الزمالك امبارح اتعادل وفرصه انك انت توسع جاب. انا مش شايف فيوتشر ولا بيراميدز. الناس دي ما تهزنيش، الناس دي ما تخوفنيش، الناس دي كده كده لا هتاخد دوري ولا هتنافس على الدوري ولا اي حاجه، وما اخرهم يعملوا شويه نوش على المركز الثالث. لكن نفس السيناريو بيتكرر للموسم الثالث على التوالي. نادي الزمالك ما بيبتديش افضل حاجه، وانت بيجي لك فرص ان انت تركب الدوري، ولكن انت بتضيع نقط. يعني نادي الزمالك يتعادل انت بتتعادل، بعد كده الزمالك هيخسر انت تخسر. انت كسبت الجولتين اللي فاتوا قبل الجوله دي، اللي الزمالك خسر فيها من اسوان وتعادل فيها مع داخليه، ولكن كانت لظروف معينه. كانت الظروف ان اصلا الماتشات دي ماتشات سهله جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وانت كسبتها كده. يعني يمكن احنا حتى طلعنا بعد ماتش الاهلي وبيراميدز الاهلي مش احسن حاجه. يمكن ماتش الاهلي وامبي الاهلي لعب الشوط الثاني نوعا ما شويه، ونادي امبي مش نادي متمرس وما عندوش لعيبه عندها خبرات. ولكن النهارده ماتش في امطار، في الارضيه صعبه، بس صعبه على الفرقتين مش صعبه عليك انت لوحدك. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت شفت ماتش الزمالك والاتحاد امبارح على نفس الملعب. يعني ماتش حلوا التسديد من بعيد. الحل اللي انت بتفتقد العرضيات، بتفتقد المراوغات، بتفتقد كل حاجه. انت عندك لعيبه بتنقل كرة وبس، لكن انت ما عندكش استراتيجي معينه للماتش. اخطر كور بتبتديها برفعه من ناحيه اليمين، محمد مجدي قفشه بيطلع جاد بيخبط الكوره وبيخبط محمد مجدي قفشه، بتروح لشريف والجول فاضي تماما بيحطها بره بغرابه شديده جدا. شريف بصراحه شديده صفر. هو صفر صفر من اول الموسم ده، وهو اداؤه هو مفيش اداء خالص. بترد الهجمه كرة خطر جدا للنادي المصري بينقذها محمد الشناوي ببراعه، انفراد لجريندو اللي كان فاضي تماما لوحده خالص، ومحمد الشناوي بينقذ هدف مؤكد للنادي المصري. المباراة بتبقى سجال رايحة راجعة، مفيش فرص حقيقية. يمكن في فرصة برضو نوعا ما لحسين السيد في الشوط الاولاني، برضو بيعدي مروان حمدي من ناحيه اليمين وبيعملها بالعرض، حسين السيد بيشوطها، ولكن برضو الكره النادي المصري بيهدرها. الشوط الاولاني ما فيهوش كوره، ما فيهوش فكر. انت كل ماتش ام بي مضيع شوط بالكامل. ماتشات كتير جدا بتضيع الشوط الاولاني على لا شيء، على لا شيء. برضو بتفتقد. يعني انت النهارده بتلعب 4-2-3-1، يعني انت محتاج مركز 10. انت مش جيزوالدو فيريرا بتلعب ال 4-3-3 او ال 4 او ال 3-4-3. انت محتاج مركز 10، ما عندكش لعيب مركز 10. محمد مجدي قفشه بيمشي كوره، لكن مش صاحب لمسه فنيه تودي لعيب تديله انفراد حقيقي ولا تصنع فرصه هدف. ما عندكش لعيب 10. ده برونو سافيو ليه مصممين عليه؟ صفقة فشلت، خلاص اطلع قول انا فشلت، لكن ما لعبش غصب، ما لعبش بالعافية. ملف الاصابات اتكلمنا فيه كتير، ياسر ابراهيم النهارده اصابة، وبعدين احنا مش هنلاقي حد نلعب بيه بعد كده. يبتدي الشوط التاني كرة لدغموم اللي متسلى على علي معلول النهارده، بيحطها في العارضة، بترد الكرة بانفراد، يعني فرصة هدف محقق انفراد، بيروح 2 لعيبة على الجول كيبر ومدافع. ايه اللي بيحصل يا سيدي؟ كرة بتاعت ركنيه علينا، اتردت الكرة، اتنقلت بشكل جيد جدا، انفراد لمجدي قفشه من نص الملعب. مجدي قفشه مش لعيب سريع، يا دوب وصل لل 18 واداها بالعرض لحسين الشحات اللي بيهدر كرة بتفكرني جدا بماتش الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا. الكرة اللي حطها في العارضه بعد ما علي معلول عملها له تقريبا، يعني هي من نفس الزاويه، بس يمكن الكرة دي نوعا ما اصعب شويه. بعد ما حسين الشحات ضيع الكره دي هو طلع بره الماتش خالص، طلع تماما، ما بقاش شايف قدامه، ما بقاش يعمل اي حاجه. حتى اللعيب اللي عنده حلول او اللي كان بيحاول ما بقاش بيحاول. باكاتك ما بيرفعوش كويس، وان رفعوا ما فيش مهاجمين، ما فيش حد بيعرف يلعب بدماغه. كوره بتتعمل برضو 1 2 ما بين شادي وعبد القادر، عبد القادر بيحطها بيشيلها جاد. كور. انت فين الحلول؟ فين الاهلي اللي عايز يكسب الدوري؟ ده مش شكل فرقه عايز تكسب الدوري. فرقه فنيا ما عندهاش اي حلول. انا بص، انا هسيبك بقى من التحليل، سيبك من كل الكلام ده. أنا النهارده بسال سؤال بسيط جدا. كل يوم الصبح كده احنا بنصحى الشغل، بننزل شغلنا، نروح الشغل
ونرجع. لعيبه الاهلي بتروح التدريب بيتدربوا على ايه؟ يعني ايه التدريب اللي لعيبه الاهلي يعني مثلا ايه، قفشه عدى على شريف وقبل ما يقعدوا مثلا على عربيه الفول ولا حاجه ولا كل الكلام ده، تمام. بعدها بيروحوا التدريب، يا قفشه انا هعدي عليك، تمام عدي عليا، يلا نروح النادي الاهلي. كل واحد فيهم راح شايل شنطه قد كده اهو، ورايح بالعربيه المرسيدس او العربيه بي ام، ولابس نضاره الشمس والدنيا تمام، رجل اعمال داخل الملعب مفيش مشكله خالص. بتتمرن على ايه؟ مارسيل كولر بيمرن اللعيبه على ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي لعيبه الاهلي بتتمرن عليها؟ ايه الجمله الحقيقيه اللي الاهلي بيتمرن عليها؟ كل ماتشاتك كلها كربونه، ما عندكش حلول. راح تجيب مروان عطيه، راح تجيب لي كريستو، وما اعرفش الباك اليمين بتاع سموحه خالد عبد الفتاح، وعمال تتكلم في صفقات وكهربا وما كهربا وكل الكلام. كهربا لو كان عامل ايه؟ انت ما عندكش لعيبه عندها حلول، ما عندكش لعيبه قادره انها تدي في الملعب بشكل ايجابي، ما عندكش لعيبه بلس ان انت ما عندكش فكر فني واضح وصريح ازاي تحل العجز والضعف والعقم التهديفي اللي عندك ده. مهاجمينك النهارده جايبين كام جول في الدوري؟ شادي جايب جول وشريف جايب جولين من اصل تقريبا 22 جول. مين هدافينك؟ مين هدافينك؟ مش هتلاقي لعيب واحد جايب اكتر من 3 جوال. فعلا الاهلي ما عندوش كواليتي. الاهلي عنده اسامي حلوه، بس في اسامي لازم تمشي. في لعيبه ما بقتش قادره تدي الاهلي جديد، في لعيبه كبرت، في لعيبه خلاص فقدت الشغف، في لعيبه مش مركزه. يعني انا بنصح محمد شريف روح لطبيب نفسي، مش عيب. كلنا محتاجين نروح لطبيب نفسي. افصل عن الكوره شويه، انت مش قادر، انت مش بتفكر في الكوره، مش قادر، مش مركز، كل قراراتك كلها غلط. القصه مش قصه ان انا احلق ولا اغير ولا اعمل لوك جديد ولا كل الكلام ده. انت مش مركز في الكوره، خد اجازه وارجع العب تاني. اطلب من الجهاز الفني اجازه اسبوع اسبوعين، ابعد عن الكوره، ابعد عن السوشيال ميديا، ابعدوا عن السوشيال ميديا. احنا ليه مش ما عندناش استمراريه؟ ما عملش حاجه النهارده وبعدين جاي تصحى اخر 10 دقائق ودي نقطه. ايه الحكم بقى بتاع النهارده ده؟ الوقت بدل الضايع، المصري طول الوقت في الشوط الثاني بيضيع وقت، ولو ان هو مش محتاج، والله ما محتاج. المصري لو ركز والله يكسب، لو ركز ولعب كوره بجد يكسب. وسيبكم من عقد البونت واخد بونت من الاهلي ولا بونت من الزمالك. الاتحاد امبارح لما لعب 10 دقايق في اخر الشوط الثاني ما صدقش نفسه، كان ماسك وبيقسم، لان اللعيبه كلها مش ما فيش فوارق كبيره ما بينها. المصري النهارده ركز في الشوط الثاني انه هيطلع بالبونت، عمال يضيع وقت، وفي الاخر 6 دقايق قليل جدا. اتلعب منهم 3 دقايق، ال6 دقايق دول، وبعد كده الحكم مطلع انذار. مين الحكم ده؟ حكم ما عندوش اي خبره، اول مره اصلا يحكم الاهلي، يقوم يحكم الاهلي في ماتش مصري. احنا بنهزر؟ منظومه تحكيميه تعبانه جدا. على الزمالك يا سيدي، بقول لك على الزمالك، مش بقول لك على الاهلي بقى، وعلى الزمالك. وامبارح فيوتشر وبيراميدز، مهازل تحكيميه، مهزله لعيب يطرد وما يطلعش من الملعب والكره كانت هتيجي جول اصلا. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده يا جماعه؟ يا مجلس اداره الاهلي محتاج صفقات. فكوا الكيس، ركزوا على الجزء الامامي. احنا محتاجين فراوده بجد بتعرف تجيب اجوال، محتاجين حد بيعرف يلعب بدماغه، محتاجين ناس بتعرف تعمل عرضيات، محتاجين لعيبه عندها حلول فرديه. يعني النهارده المصري باقل امكانيات، ما عندوش امكانيات رهيبه، يعني مش اكبر من الاهلي، يعني عنده 2 لعيبه بجد حاجه. ايه ده؟ الياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم، واحد تونسي واحد جزائري. عيال لعيبه كوره كويره، عندها حلول، عارفه تحط الكوره تحت رجلها وتباصي امتى وتعدي امتى وتشوط امتى وتعمل سيروهات امتى لعيبه الكوره بجد، لعيبه حقيقيه تعدي 1 لواحد. الواد دغموم ده حسام حسن رماه على علي معلول، دوخه والله. احنا محتاجين لعيبه عندها حلول، محتاجين لعيبه بتعرف تعدي 1 لواحد. وبعدين مارسيل كولر جاي نازل مصطفى سعد ميسي النهارده تاني ماتش يلعبه، لعب 5 دقايق في ماتش امبي، وجاي النهارده ترميه في ماتش زي ده، ماتش مكهرب. مستني منه ايه؟ مجلس الاداره
ملف الاصابات، ملف الاصابات، ملف الاصابات. ده اخره ايه؟ اخرة الفيلم الهابط ده ايه؟ انتوا بتصرفوا ملايين، ما يجيبوا خبير اجنبي، طبيب خبير اجنبي. بدل مش عارفين تجيبوا اطباء مصريين على مستوى، هاتوا طبيب اجنبي. كل فرق الدوري ما عندهاش اللي احنا المهزله اللي عندنا في الاصابات دي. ما في ده، انت كل ماتش لازم في لعيب ولا 2 لعيبه بيقعوا منك. وبعدين بنقول الاهلي بيخسر ليه؟ هو انت النهارده مثبت تشكيله، هيجي لعيب يتصاب هيطلع من التشكيله، هيجي لعيب بعدها بماتش يتصاب يطلع من التشكيله، يدخل لعيب تاني هيتصاب برضه فهيطلع. مفيش تناغم، مفيش تجانس، مفيش اي حاجه. الخط الخلفي ده كله عندك اتصاب كلهم بلا استثناء. اكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولي اتصاب قبل كده ورجع، ومحمد عبد المنعم اتصاب ورجع واتصاب تاني خلاص. وبعدين وياسر ابراهيم، وهتلاقي رامي ربيعه شويه شويه، وايمن اشرف ما نعرفش هو راح فين، ويقول لك الاهلي مش هجيب مدافعين. يا جماعه والنبي والنبي ركزوا في ملف الكوره ده. اللي مساعدكم بس او اللي هدى الدنيا عليكم ال10 ايام اللي فاتوا بس هي نتائج الزمالك، لكن احنا عندنا كوارث واحنا محتاجين نركز واحنا محتاجين نشتغل بروفيشنال شويه. الملايين بتدفع دي، واحد زي برونو سافيو ده ما هو جاي بالدولار وبياخد دولار، وفي الاخر الدولار يجي على دماغ ابونا احنا. يا جماعه ارحمونا. اداره الاهلي والنبي ركزي في الكوره، مجلس الاداره ركزوا. انتوا جايبين حطام فريق على كل امكانيات مقرفه خلاص، ومرميينها على المدير الفني وخلاص. مفيش مدير فني هيقول لعيبه اعملوا العك اللي انتوا بتعملوه ده. اللعيبه بتتدرب على حاجه وبتنزل تعمل حاجه تانية، ولا احنا بنتدرب على ايه ولا ايه؟ مدير فني مش نافع خلاص، هات مدرب مصري وخلاص. ما تصرفش بدل ما انت ما تصرفش بقى. بجد حاجه غلب. الاهلي سيء ويحرق الدم وحاجه تقرف، منظومه تحكيميه مقرفه، ارضيه ملعب ما اللعيبه كلها بتتزحلق عليها. ما حتى الارضيه اللي هي في ملعب المفروض دولي ومحترم عامله كده. لعيبه لا عارفه تلعب في مطر ولا عارفه تعمل حاجه غلب، حاجه مرار. حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس اداره الاهلي في القرف اللي احنا بنشوفه ده. السلام عليكم.